ده هتجيبه منين؟ احنا عندنا سبوبة الصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة، وانا من ضمن الناس اللي رفع انا وشحاتة محمد شحاتة قضايا بقالنا اكتر من 5 شهور ما لا يقل عن 100 مليار. هم قالوا ان احنا لقينا صناديق تعادل 34 مليار، منهم خلوا بالكم المصطلح ده صندوقين مجهول الهوية فيهم قد ايه؟ فيهم 8 مليار. لا، الرسوم اللي احنا بندفعها في المحكمة، البطاقة الشخصية، رسم استخراج البطاقة، الاستمارة، رسم استخراج رخصة العربية، جواز السفر، كل الحاجات دي، الكارتة، كل الحاجات دي ما بتدخلش الحساب الموحد للخزانة العامة، بتدخل في الصناديق الخاصة، يتعمل مجلس إدارة للصندوق ويتصرف. لا حد عارف الفلوس دي بتتحصل ازاي، ولا حد عارف بتتصرف ازاي. اول قرار هو ضمها للموازنة العامة للدولة. وبفرق ما بين 3 صناديق: الصناديق المنشأة بقانون زي صناديق التأمينات، مش دي اللي بنتكلم عليها، الصناديق المنشأة بقرار جمهوري وخاضعة للحساب الموحد للخزانة العامة، مش دي اللي بنتكلم عليها، الصناديق الثالثة اللي بنتكلم عليها اللي أنشأها الوزراء والمحافظين، واللي محدش عارف عددها لحد دلوقتي قد ايه، وفيها ما لا يقل عن 100 مليار. ده أقل شيء.